كوب دافريك بدات وكاين بزاف اللي ما يعرفوش التاريخ تاعها اكزاكتومون واش دارت الجزائر فيها. على بالي بلي بزاف ناس جات في راسهم هاد الكيستيون وعجزوا يحوسوا عليها، وعلى جال هادي حبيت ندير هاد الفيديو. نبداو من النسخه الاولى كامل وين حرفيا كانت كوب تاع حومه. لي تورنوا تاع الجيري دايرهم في الصيف فيهم حماس اكثر من كوب دافريك هذاك الوقت، ونجو جايين حتى نوصلوا للنسخه الحاليه اللي راهم يلعبوا فيها دوكا في المروك. بصح قبل ما نبداو ما ننساش تابوني لاشان هادي نديروا فيها دي فيديو تاع حكايات وتحريات وعفايس قاعدين يصراو في الدنيا بمونطاج الشباب ويستاهل وقتك. المهم وجد عفسه تاكلها ويلا نبداو في الفيديو تاعنا. كوب دافريك بدات في عام 1957 وين دارت النسخه الاولى كامل تاعها، وبيان سور الجزائر ما كانوش مشاركين في هذاك الوقت، كانوا عندنا شغالات واحد اخرين. راكم تعرفوا الحرب فرنسا والثوره وكذا، هذه هي. بصح حتى كوب دافريك هذاك الوقت ما كانش عندها قيمه كبيره باسكو كانت الشامبيونات تاعهم حرفيا. النسخه هذه شاركوا فيها غير 4 لي زيكيب: مصر، اثيوبيا، السودان والسود افريك. من بعد السود افريك نفحت لهم ما يجوش، ولا الجماعه قرروا يحاوزوهم باسكو قالوا لهم بلي نتوما عنصريين وعندكم بزاف العنصريه في بلادكم، تما خطونا. هاي نقص واحد وتلاقاو كامل في السودان، لعبوا بيناتهم، داتها مصر ولات للدار. في 59 صار نفس الشيء، تلاقاو 3 لي زيكيب، لعبوا بيناتهم، داتها مصر ورجعت للدار كيما المره الاولى. بصح في 62 العام اللي دينا فيه الاستقلال تبدلت شويه الحاله، باسكو هاد المره كاين 9 لي زيكيب حبوا يشاركوا. دونك قال لك 9 احنا موالفين نلعبوا غير 4، دونك ديروا تصفيات بيناتكم، كي يبقاو 4 قولوا لنا. هيا كيما كان الحال، لعبوا دي ماتش باراج بيناتهم، اللي يخسر يخرج، حتى بقاو 4. راحوا لاثيوبيا لعبوا النهائيات تاعهم دومي فينال فينال، وداتها اثيوبيا والباقي رجعوا للدار. في هذه المرحله طوروا شويه، قصدي شويه برك، باسكو في بلاصه ما يشاركوا 4 ولاو يشاركوا 6. 6 فيها بركه، بصح مازالها شامبيونات تاع حومه. مي شنو تبقى كوب دافريك راك شايف. المهم قسموهم لدو جروب تاع 3 زيكيب، واللي كلاسي الاول من كل جروب يتكاليفا لا فينال، تسمى ما كاش ديمي فينال راك شايف، شغل اتكاليفا ديريكت لا فينال. مي شنو على الاقل ما فيهاش دو ماتش كيما النسخه الاولى اللي لعبوها. المهم هذا السيستم لعبوا منه غير 2 نسخ. في 63 نظمتها غانا وداتها غانا، وفي ال 65 نظمتها تونس وداتها غانا. في 68 زادت تبدلت شويه كوب دافريك ولات خير، وبيان سور كان هذا العام هو المشاركه الاولى تاع الجزائر في كوب دافريك. خرجنا من الحرب وبدينا نركزوا في عفايس واحد اخرين، منهم البالون ولا الترفيه. وحتى كوب دافريك هذا العام كيما قلنا تبدلت شويه، تسمى رجعوها شويه سيريو اكثر، باسكو هذه المره بدلوا السيستم ورجعوها تبان كوب تاع الصح، ولاو يشاركوا فيها 8 لي زيكيب، يقسموهم على دو جروب تاع 4، والزوج الاولى من كل جروب يتكاليفاو ويلعبوا دومي فينال وفينال. وهذا السيستم طول معنا بزاف وقعد حتى 1990. وراكم تعرفوا واش صرا في 90. المهم في 68 كانت مازالها تاع حومه، باسكو هذاك الوقت ما كان لا تصفيات لا والو، كانوا اصلا يسترجلوا باش يجيبوا 8 لي زيكيب، شغل الناس ما كانش على بالهم كامل بالبالون. دونك كان اللي يحب يشارك يسجل روحه ويديروا قرعه خفيفه ويلا نلعبوا. واذا كانوا البلدان اللي سجلوا روحتهم اكثر من 8 يلعبوهم دي ماتش باراج بيناتهم حتى يبقاو 8 لي زيكيب، تسمى ما كان لا تصفيات لا والو، تسمى جوست كو يلعبوا دي ماتش باراج وخلاص. المهم نبداو نجوزوا عليهم بالوحده. في 68 نظمتها اثيوبيا، وشاركنا لاول مره وقدرنا نطلعوا لدور المجموعات من لي ماتش باراج لي زيكيب اللي شاركوا تعرفوا. والجروب تاعنا كان فيه اثيوبيا والكوت ديفوار واوغندا. بصح وشنو سقلونا الكوت ديفوار الكونغو ب3 وما قدرناش نطلعوا للدور اللي موراه، معليش اول مشاركه شايف. المهم في لافان داتها غانا. في 70 تفاهموا باللي خلاص يتبتوا على السيستم تاع 8 لي زيكيب، واذا شاركوا اكثر من 8 وشي صرا دي ماتش باراج. وتفاهموا ثاني باللي ينظموها كل عامين، وهذا السيستم تاع العامين مازالوا يمشي لليوم. وبالنسبه للجزائر هذا العام ما تكاليفيناش، وما لقيت حتى ديطاي كيفاش طيرونا من التصفيات. المهم سواء ما تكاليفيناش سواء ما لعبناش، وحده من زوج، ما كانوش اللي ديطاي على هذا العفسه كامل. وباختصار هذا العام نظمتها السودان وداتها السودان، وراح تشوفوا بزاف لي سيناريو هكذا، البلاد اللي تستضيف هي اللي تديها. ما تقسونيش علاش، اسكو كانوا يلعبوا مليح؟ لا المهم كانوا هما اللي يدوها. ما قلتش لي ماتش مخدومين، قلت باللي زهر بالك زهر. 72 نظموها الكاميرون، وحنا سقلونا في الماتش باراج كيما المره اللي فاتت، ولا ما شاركناش كامل، وحده من زوج. وفي لافان داتها الكونغو. في 74 صارت وحده من اغرب العفايس اللي راح تشوفهم في كوب دافريك. لا فينال تعاودت.
كي قلت لك باللي كانت شامبيونات تاعهم ما امنتناش، والجزائر ما تليكيديناش في ماتش بارج، باسكو هاد العام لقيت باللي كونفيرمي ما لعبناش اصلا. المهم هادو يلعبوا مع هادو بقاو يحبطوا حتى وصلوا لا فينال. ولي زيكيب اللي وصلوا فينال هما زومبيا وزائر اللي هما كونغو ديمقراطيه حاليا. الماتش خلاص 2-2 راحوا البرونوغاسيون، ما تماركا حتى بيت. من بعد نورمالمون دوكا واش راح يصرا لي بيناتي. ايبان هذاك الوقت اللي كان حاكم كوب دافريك ما كانش يستعرف بلي بيناتي، دونك قال لهم الماتش يتعاود. وكي تعاود الماتش ربحت الجزائر 2-0 وداتها. وهاد العشره تاع الماتش يتعاود صارت بزاف من قبل، بصح ماشي فينال، هذه المره الاولى اللي تصرا في فينال. المهم جات النسخه اللي بعدها تاع 76 وحبيبنا غلق راسو على لي بيناتي، قال لهم شوفوا غير لي بيناتي اللي ما نديرهاش، السيستم يتبدل. دونك بقى السيستم هو يطلعوا 8 لي زيكيب يقسموهم على دو جروب يلعبوا بيناتهم، والربعه اللي يتكاليفاو ما يلعبوش ديمي فينال يحطوهم في جروب واحد اخر ويكملوا يلعبوا بيناتهم. اللي كلاسي الاول هو اللي يديها. ما كاش لي بيناتي من الاخر، ما تلعبوش لي بيناتي. والجزائر كالعاده سواء ما لعبتش سواء تليكيدات في الماتش باراج. واللي تكاليفاو من الفاز دو جروب هما مروك، غينيا، نيجيريا ومصر. وبعد ما لعبوا بيناتهم المروك هي اللي كلاصات الاولى وعطاو لها كوب دافريك. في 78 بالك حبيبنا اللي غلق راسو على لي بينالتي تحاوز وعاودوا رجعوا السيستم كيما كان، 8 لي زيكيب يتكاليفاو 4 منهم، والربعه هادو يلعبوا ديمي فينال بلي بينالتي. وهاد العام تخلطت في التصفيات. بالنسبه لينا تسقلنا في التصفيات كالعاده، لعبنا مع كينيا ربحناهم 5-2 الي روتور، ورحنا للدور اللي موراه سقلونا زومبيا في لي بينالتي. تما لي بينالتي من الاول تاع ملي كرياوهم كانوا كونطرنا. ابارسا كانت مخلطه من جهه واحده اخرى، الكوت ديفوار ومالي. الالي لعبوه في الكوت ديفوار وربحت مالي 1-0. اللي حاكم الكوت ديفوار هذاك الوقت كان يقول لهم كيفاش نقدر نربح الروتور. راح دار دي تورنوا في الحومات كامل وجاب المير واحد فيهم ودخلوه يلعب الروتور. هكذا نفحت له دخلوه يلعب بالروتور، وكيما كان الحال ربحوا في الروتور 2-0. وهذاك السيد اللي جابوا من الحومه هو اللي ماركا الزوج هادوك. مالي دا قتلهم، قال لك كيفاش تجيبوا لنا جوار اللي ما لعبش في الالي وماركين لنا زوج. ضربوهم في لافان. الزوج تحاوزوا، الكوت ديفوار تحاوزوا باسكو يشارك هذاك الجوار اللي ما عندوش لا ليسونس، ومالي عاقبوهم على جال ضربوا اعمال الشغب اللي صراو. دونك للزوج تحاوزوا، واحد فيهم ما طلع. والعام هذاك داروها في غانا وداتها غانا. بصح البلوت تويست وين؟ الماتش تاع المركز الثالث ما لعبوهش كامل. الماتش كان بين تونس ونيجيريا، وقالوا لهم ما كان لا تعيروا وحديكم نديروا القرعه اللي يربح يديها. وكيما كان الحال ربحوا نيجيريا في القرعه وهما اللي داو تروزيام بلاص. في 80 هاد العام حكاو لنا عليه بزاف، عصاد بلومي فرقاني الجيل الذهبي. بصح واحد ما يجبد باللي استقلونا نيجيريا ب3 في لافينال. المهم كان عام شباب وربحنا المروك، راك شايف. وماشي غير هادي، بعد ما ربحنا المروك تلاقينا بمصر في الديمي فينال وزدنا ربحناهم. من بعد لافينال الله غالب عينا روحتينا بزاف، تسمى عادي خسر 3-0 ورجع لداركم. وزيد نيجيريا هذاك العام هما اللي نظموها، تسمى نظموها داوها. راكم تعرفوا هيك هذه تاع اللي ينظم هو اللي يدي. كيما قلت لكم راح تصرى بزاف وراح تزيدوا تشوفوها اكثر. في 82 دخلنا معولين، رانا فيناليست المره اللي فاتت راح نخلطوها. خلاص دوكا رانا فيناليست، طورنا لي ماتش بارج ما لاوش يخلعوا بكري. الجروب اللي طحنا فيه جوزنا تاع صحه يسلمه. الدومي فينال طحنا مع الوحش تاع غانا، ماركينا لهم خلاص الماتش 2-2 ودخلنا البرونوغاسيون. سقلونا ببيت واحد اخر، خلاص الماتش 3-2 وخرجنا. ولا فينال تلعبت ما بين ليبيا وغانا، وداتها غانا في اطول سيكشن تاع لي بينالتي في لا فينال، باسكو تيراو 8 لي بينالتي و8 لي بينالتي. غانا ماركاو 7 وليبيا ماركاو 6، وعلى جال هادي داتها غانا. في 86 دخلنا معولين كالعاده، نظمتها مصر وما راحش نلعبوا في السخانه تاع الصحراء. بصح خرجنا من الفاز دي جروب. وتقدر تتوقع شكون داها. اللي في راسك، مصر هي اللي داتها، البلد المنظم. اللي كوب دافريك دائما قريب هكا، سواء يديها البلد المنظم سواء يوصل فينال سواء يوصل ديمي فينال. تسمى هاد العام تقدر تقول بلي المروك فينال مضمونه. قلت والو انا لا سيري هاد العام المروك عندهم ايكيب ترتا، اذا ما داوهاش ما حش يدوها كامل. في 88 حطمنا رقم قياسي جديد واللي هي تيرينا 11 بيناتي. في سيكشن تاع لي بيناتي تيرينا 11 بيناتي. في هاد العام نظمتها المروك بعد ما صارت بلبله كبيره على شكون اللي ينظمها. تخلطت كامل وما راح نحكي عليها. كانت راح تنظمها زومبيا، من بعد قالوا لهم لا، من بعد راح تنظمها الجزائر، من بعد صارت اشتباك بينهم بين تونس، من بعد قال لك خلاص اعطيها للمروك تنظمها. وكالعاده هذا العام دخلنا معولين راح ندوها. في الفاز دو جروب طحنا مع المروك وجزنا للزوج. ديمي فينال مع نيجيريا داك هو نخلفوا لهم التار تاع 3-0 هذيك، ماركاونا في دقيقه 30
الماتش يتلعب قاعده التدقيقه الاخرى قال لي زينا لهم ورحنا لي بينالتي. هيا لي بينالتي حنا نتيروه وما يتيرو، حنا نتيروه وما يتيرو، حنا نتيروه وما يتيرو، نراطو يراطو، نماركو يماركو، حتى وصلنا 11 نتير. هيا في التير الاخر هما ماركاو باللومي راطا. بصح معليش هما اللي اصبر ماشي هما اللي داوها. معليش ما عندناش سبه، هاد العام داوها الكاميرون. في النسخه تاع 90 هنا وين تقدر تقول باللي الصامت يغلب القبيح. هاد المره الجزائر هي اللي استضافت البطوله، وبعد عوام وما يطلعوا يتكاليفوا وما يدوهاش يوصلوا فينال ما يدوهاش، هاد المره قال لك خلاص يا احنا ندوها يا احنا ندوها. وكما كان الحال بدينا نخلفوا في التار تاع الخسارات كامل، وطحنا في جروب خشين: نيجيريا، مصر والكوت ديفوار. نيجيريا بوم 5-1، ماجر مركز زوج، ومن ناد الله يرحمه مركز زوج واحد اخرين. الكوت ديفوار بوم 3-0، مصر بوم 2-0. طلعنا للدومي فينال طحنا مع السنغال بوم 2-1، وطلعنا لا فينال نتلاقاو بنيجيريا اللي خبطناهم ب5 في الفاز دي جروب وزدنا ربحناهم. بصح هاد المره ماشي 5، هاد المره 1-0 برك. وكانت هذه هي بريمي كوب دافريك اللي تديها الجزائر في حياتها ملي بدينا نشاركوا في 62 في 68. معليش خربطت ما بين الاستقلال ووقتاش بدينا نشاركوا في كوب دافريك. في 92 و 94 زاد تبدل السيستم شويه. هذا العام خلاوها في بلاصه ما يشاركوا 8 لي زيكيب ولاو يشاركوا 12 ايكيب، ويقسموهم على 4 لي جروب تاع 3، ويتكاليفاو زوج من كل جروب يلعبوا الكارت فينال، دومي فينال ولا فينال. وحنا في هاد العامين خلاص دينا استراحه محارب، باك شايف شغل من 80 وحنا نجبدو، من 80 وحنا نجبدو سي بون خلاص خليها تطفى. دونك في 92 تكاليفينا بصح سقلونا في الفاز دي جروب ونظموها السنغال وداتها السنغال. في 94 ما تكاليفيناش اصلا، سقلونا في لي ماتش باراج تاعهم، ونظموها في تونس وداتها تونس. في 96 قرروا يزيدوا 4 لي زيكيب واحد اخرين باش تولي 16 ايكيب مشاركين في بلاصه 12، وقسموهم على 4 مجموعات كل مجموعه فيها 4، ويتكاليفوا غير الزوج الاولين ويلعبوا كارت فينال، دومي فينال وفينال. هاد النسخه استضافتها السود افريك بعد ما حبست حرب العنصريه عندهم اللي قعدت وقت طويل يعني من الستينات وهما يحاربوا في هذه الحرب يعني. ونبشركم تكاليفينا ودخلنا بقوه فاز دي جروب، جزناه تاع صحه يسلمك. الكارت فينال طحنا مع السود افريك، والسود افريك هي اللي نظمت، معليش عطينا لهم الماتش. المهم النسخه هذه كما قلنا نظمتها السود افريك وخسرنا مع السود افريك. واش معناها؟ داتها السود افريك. شفتوا كيفاش قاعده تكرر معنا هذه تاع البلد المنظم هو اللي يديها؟ ما قلت والو. في 98 نظمتها بوركينا فاسو، وحنا تكاليفينا هذا العام ثاني وسقلونا في كامل لي ماتش ورجعنا للدار. المهم العام هذا داتها مصر. في 2000 نظموها غانا والزيمبابوي، وفي هذا العام ثاني صافات كاليفينا وطلعنا للدوزيام تور. بصح سقلونا الكاميرون 2-1 في الكارت فينال. بصح معليش داتها الكاميرون راك شايف. في 2002 مالي هي اللي استضافت البطوله، وهذا العام نبشركم تكاليفينا بصح دينا السقله وخرجنا من الفاز دي جروب، ومنها رايح راح تكون كامل السقلات. ما خلينا نسرعوا البروسيس شويه. المهم هذاك العام ثاني داتها الكاميرون. في 2004 داروها في تونس كاليفينا وطلعنا للدوزيام تور، بصح سقلونا المروك 3-1 وداتها تونس بعد ما طاحوا كونتر المروك في لا فينال وربحوا 2. ما تنساوش باللي تونس هي اللي نظمتها. في 2006 ما تكاليفيناش اصلا، استضافتها مصر وداتها مصر. في 2008 ما تكاليفيناش، داروها غانا وداتها مصر. هاد المره لا ما داتهاش غانا، داتها مصر لا دوزيام فوا مور بعضها. في 2010 جا الجيل تاع العب برك. المهم الحراره في التيران نورمالمون كاين بزاف اللي راهم شافين على ليكيب تاع 2010، شاو شي بزعكه تاع رونالدو، زياني، بوقرا، عنتر يحيى، والله ليست طويله. وعلى بالي بلي كامل كنا مبرونشين هذاك العام باسكو صراو بزاف عفايس مع ليكيب ناسيونال. هذاك هو العام اللي تكالي فينا الكوب دي موند، هذاك هو العام اللي ضربوهم في مصر، وهذاك هو العام تاع الفيديو تاع صيفي. بابا بوي بابا بوي. واللي ما على بالهمش نبشركم هذاك العام تكاليفينا الكوب دي موند وتكاليفينا الفاس دي جروب تاع كوب دافريك. الفاس دي جروب جوزناه بالسيف بصح معليش ليسونسيال جزناك شايف. وفي الكارت فينال طحنا مع ليكيب اللي بالك درنا معها ميور ماتش اللي دارتو ليكيب ناسيونال في التاريخ تاعها. وراني نحكي على الماتش تاع الجزائر مع الكوت ديفوار، وبالك هذا هو اكثر ماتش ما نساهش الشعب بيان سير بعد الماتش تاع الالمان باسكو يهبلونا به. الالمان دخلوا يلعبوا الدقيقه الرابعه ماركاو لنا. لا غالب بصح قبل ما يخلص بريمي ميطون قال لي زعما مطمور. هايله صعبه مطمور
وسي بون الشعب كامل فرحان. الماتش هذا تاعنا. بدا دوزيام يعطوا ماتش حراره. اللعب واش نحكي لك بحر ومبحر ولي جوار يلعبوا حراره شغل غالب ما يلعبوا حراره ما كاش بالون ما كان والو بصح اسونسيال الحراره كو شايفين صح. وشنو طريقه الاخرى ماركاو لنا. حفيظ الراجي يقول لهم معليش وراح نتفكروكم ولعبتوا مليح. المنتخب الجزائري اليوم لا يجب ان نخجل تماما تماما تماما. وكدا حتى بوغراي ماركي بيت لا وماشي ماركا برك ماركا ودار لهم الاحتفال الشهير تاعو اللي مازلنا نتفكره لليوم. تواصلون الضغط وتواصلون اللعب. هاي الكره هذه يا سلام الله اكبر. بصح وشنو الفرحه هنا تحبس باسكو الماتش اللي موراه هو الماتش اللي كامل نشفعوا له تاع 4-0 كونتر مصر لي جوار كاع خرجوا بحمراء هذه هي هذا هو بالون. دوكا قاعدين يقولوا باللي الماتش مخدوم وباش يسكتوهم وباللي صارت كي صارت كبيره بيناتهم باش يعاودوا يردوا الشعب. ليسونسيال رحنا ب4 وخلاص وما خسرناش في باطل باسكو في لافان داتها مصر هذاك العام شغل ما نطيحوش من العود شايف. نخسروا اللي يربحنا هو اللي يديها. بعد الحراره هذه كامل في 2012 ما تكاليفيناش اصلا. نظموها الغابون ولا غيني اكواتوريال وداتها زومبيا في لي بينالتي. في 2013 نظمتها السود افريك كاليفينا وجزنا من الفاز دي جروب. صبروا دقيقه ليكيب معكم اسامه من المونتاج. درنا غلطه مطبعيه في 2013 كاليفينا وكلاسينا الاخرين في الجروب وهاد التفاصيل اللي راني نحكي عليهم صراو في 2015 وهذا ما كان. كمل الفيديو. بصح دينا استقلا وخسرنا 3-1 مع الكوت ديفوار اللي خلفوا لنا التار تاع العامين اللي قبلهم. وداتها الكوت ديفوار في لي بينالتي كونتر غانا. هاد المره ثانيه ما طحناش من العود اللي ربحناه هو اللي داها. في 2017 نظمتها الغابون. طلعنا الفاز دي جروب بصح غولام ما خرجهاش للتوش. كما قلت لكم احنا ما نطيحوش من العود ودائما نلقاو سبات تسمى مالغري كو ماشي غولام اللي على جالو خسرنا لي ماتش كامل بصح ما خرجهاش للتوش غولان تا هو السبه. المهم دينا السقله وخرجنا من الفاز دي جروب وداتها الكاميرون هذاك العام. في 2019 نظمتها مصر ونورمالمون كان على بالنا واش صرا في 2019 راهي غير هنا. هاد العام بدلوا شويه في النظام تاع الكوب دافريك وخلاوها صعيبه اكثر. زادوا لي زيكيب في بلاصه ما كانوا 16 ردوهم 24 وقسموهم على 5 لي جروب تاع 4 من كل جروب يطلعوا زوج بلس مير تروازيام. المهم في 2019 كان الجيل الذهبي تاع ليكيب ناسيونال واحد ما يقول لي جيل واحد اخر كان خير. شوف ما تقول لي ما جاروا باللومي ما والو هما صح كانوا ديما يصروا في وقتهم بصح هذاك الوقت ما كانتش بنفس الصعوبه تاع دوكا. هي شغل ما نقولوش باللي البالون كان تيري برك بصح كان ساهل على دوكا. هذا واش نقدر نقولوا باش ما نطيحوش من القيمه تاع لي جوار في هذاك الوقت. دونك ما تقدرش تقارن ما بين كل وقت ووقت بصح تقدر تقول باللي هاد الوقت خير. على بالي بلي راح يجيني باك كلاش من الكبار بصح هذه الحقيقه يعني شغل الواحد لازم يقولها. المهم هذاك العام تكاليفينا وكنا المرشح الاول بعد ما تكاليفينا الدوزيام تور في الكوب دي موند اللي فاتت كنا المرشح الاول وخلاص. بالماضي كانت عنده تكتيك قوه ومحرز كان داير حاله في السيتي وليكيب كانت قاعد ترتق وكيما كان الحال ليكيب اللي طيح في المقله تتقلع حتى وصلنا لافينال الفاينل بوس السنغال وكان ماتش صعيب ومغلوق وماتش قرعه بصح قدرنا نماركو بيت زهر وغلقنا اللعب وديناها. المهم كانت هذه ثاني كاس افريقيا في تاريخ الجزائر بعد غياب 19 سنه ورحنا ل 2021 دخلنا بقوه. هذه النسخه الثالثه اللي راح ندوها. ليكيب كانت مرشحه تديها مره واحده اخرى وكانت ترتق ونظمتها الكاميرون وطحنا في جروب ساهل. كي تشوف هذا الجروب تقول باينه باللي احنا اللي راح نكلاسيو الاولين. صح راك غلط باسكو ما كلاسينا الاولين ما كلاسينا الدوزيام ما كلاسينا التروازيام كلاسينا الاخرين. واللي تضحك دينا السقله منهم كامل. هذا الجروب الساهل دينا السقله منهم كامل وخرجنا من الفاس دي جروب. الحياه حلوه ودتها السنغال اللي كانت هي المرشحه الدوزيام بعدنا هما اللي داوها. في 2023 باختصار مدوها الكوت ديفوار وكامل شفنا السيناريو هذاك العام. ليكيب خسرت لي 2 ماتش الاولين وطلعت بالسيف مير تروازيام باش في الاخر تديها فيلم هندو. المهم بلادهم كانت مخلطه ورايحه الحرب اهليه شغل مدوها لهم باش يفرحوا الشعب شايف. المهم نظمتها الكوت ديفوار وداتها الكوت ديفوار وبالنسبه لينا تكاليفينا وخرجنا من بريمير تور كيما المره اللي فاتت
والجروب سهل على المره اللي فاتت، سهل اكثر من المره اللي فاتت. ما تدري بالك كانت كاش حاجه تمشي خلف الكواليس ما على بالناش بها، دونك نعدلوهم ولحقنا لل 2025 العام هذا اللي راهي تلعب فيه الكوب دافريك. وحاليا كي راني نسجل الفيديو هذا الجزائر لعبت الماتش الاول تاعها وربحته ب3، ونعطيكم سيناريو منها كيفاش راهو جاي شغل. راح نسبويلي لكم كوب دافريك هذه. كوب دافريك هذه راح تديها لمروك اوفيسيال، تسمى اذا راك ناوي وعندك شغل طوم وعندك تاع راح ندوها، انصح بيبي راح تديها لمروك. وبالنسبه لي انا راح نتكاليفاو الاولين في الجروب، ماشي باسكو طحنا في جروب ساهل، مالغي الجروب ساهل بصح هذيك هي البلاصه الوحيده اللي اذا طلعنا منها ما راحش نطيحوا مع مروك. وكيما خسرنا مع الامارات باش ما نلعبوش مع المروك في كاس العرب، راح يصير نفس السيناريو. واسمح لي باسكو راني سبويليت لك كوب دافريك. وهذا ما كان، ان شاء الله يكون عجبك الفيديو. اذا عجبك ما تنساش دير لايك، واليوتيوب يقول لك باللي هذا الفيديو راح يعجبك. وش رايك تضرب عليه طلة؟